بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط. بسم الله نشوف مع بعض أحلى رز بلبن بيتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بيبقى طعمه جميل جدا وكمان بيكون أوفر كتير من بره. بسم الله. وعشان ما اطولش عليكم نبدأ نشوف مع بعض المقادير البسيطة جدا. معايا أول حاجة نص كوباية من الرز الأبيض المصري العادي، نص كوباية بس. بدأت غسلته كويس مرة واتنين زي ما انتوا شايفين كده، وضفته عندي في حلة، وبدأت ضفت معايا المية، كوبايتين من المية ده مبدئيا لغاية ما نشوف الرز استوى معانا ولا لأ، ولو احتاج مية تانية بنزود، بس مبدئيا كوبايتين بس في البداية. هنبدأ بعد كده نسيبه على النار لغاية لما يبدأ يستوي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنبدأ نضيف له المكونات بتاعته. شوفي معايا كده الرز مستوي تماما عشان ما يكونش ناشف معاكي وانتي بتاكليه. بعد كده نبدأ بقى نضيف 4 كوبايات من اللبن. نبدأ نضيفهم كده معانا على الكمية دي، على نص كوباية الرز المصري بعد ما استوى كويس. هنبدأ بقى هنا نظبط التحلية والسكر هنا ونسبته هترجع لك انتي. انا هنا ضفت معايا كوباية من السكر. لو انتي حابة زيادة حابة اقل، التحلية هنا هترجع لك انتي. نبدأ برضو ندوب السكر كويس كده عشان معايا هو سكر حبيبات، ونقلبه كويس. بعد كده جبت معايا كوباية فاضية وبدأت ضفت معايا 3 معالق من النشا كبار، وهبدأ اضيف عليهم نص كوباية من المية وادوبهم كده كويس. وبعدين هننزل بيهم على الرز بلبن اللي احنا بنكمله مع بعض اهو. زي ما انتوا شايفين كده نزلنا بيها النشا دي على المقدار بتاعنا اللي احنا بنكمله مع بعض، وهنستنى لغاية ما القوام يتقل معانا كده. القوام تقل معانا وبقى تمام. ابدأ في الاخر كده انزل معايا ب2 باكت من الفانيليا، يدوا ريحة كويسة جدا في الاخر كده، وياخد كمان غلوة كده على النار، وكده خلاص يبقى تمام استوى معانا. نبدأ نجيب بقى اطباق التقديم بتاعتنا كده، ونملى الاطباق كده زي ما تحبي كده. معايا الاطباق بتاعه التقديم دي. قدمنا كده الرز بلبن بتاعنا، وبعد كده هنبدأ نزينه تزيين بسيط كده من عندنا من البيت، لان احنا هنعمل مع بعض احلى رز بلبن بيتي. لازم كده يكون فيه طعم البيت. هنبدأ نضيف معانا زبيب وجوز الهند، هنزين بيه تزيين جميل كده زي ايام زمان. احلى رز بلبن بيتعمل في البيت، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وكده خلصنا فيديو النهارده. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.